زوجة الأب قامت بوضع السم في الطعام. تفاصيل مقتل أسرة دلجة بعد أن تم حل لغز الجريمة. كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مصرع أسرة بدير مواس محافظة المنيا، حيث أسفرت التحريات عن تورط زوجة الأب الثانية في ارتكاب الواقعة، حيث قامت بوضع مادة سامة في خبز الطعام الذي تعده لأطفال زوجها، وذلك بعد قيام زوجها برد الزوجة الأولى لعصمته مؤخرا واعتقادها بأنه سوف ينفصل عنها. توفي ثلاثة من الأطفال على الفور، وهم عمر ومحمد وريم، وهما الأصغر عمرا. تلاهم شقيقهم الرابع أحمد، ثم فرحة ورحمة، ليلقى ستة أطفال أشقاء مصرعهم في فاجعة هزت الرأي العام. لم تنتهي القصة عند هذا الحد، حيث توفي الأب هو الآخر ليلحق بأبنائه. الأم لم تتحمل الصدمة، حيث تم نقلها إلى مستشفى الأمراض النفسية والعقلية. كان تقرير الطب الشرعي قد صرح بأن سبب الوفاة هو مبيد حشري قد تسرب إلى طعام الأسرة، إلا أن وزارة الداخلية كانت تستشعر وجود جريمة، حيث ضيقت الخناق على زوجة الأب التي كانت محل شك من رجال الشرطة منذ البداية، ليتضح أنها الجاني، حيث قامت بوضع السم وخلطه مع الطعام الذي قدمته للأطفال دون أن تهتز لها شعرة، وفي لحظة انعدام للضمير والإنسانية لتنتقم من الأب الذي قام برد زوجته أم أطفاله. الأب هو أيضا قد ذاق من كأس الخيانة، حيث تناول نفس الطعام مع أطفاله ليلقى نفس مصيرهم. ومن المنتظر أن تحصل زوجة الأب على حكم بالإعدام خلال الأيام القادمة.